السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. الفيديو المرة دي فيديو كده على السريع، جبنا لكم نوع فاكهة معظمنا مش عارف، حابين إن احنا نشارك مع بعض الفاكهة دي. بسم الله. الجرانديلا أو أم الفواكه أو الباشن فروت، موطنها الأصلي أمريكا الجنوبية أو جنوب شرق آسيا، وفي منها موجود في العريش. دلوقتي بقى يا جماعة هنفتحها مع بعض ونجربها ونشوف طعمها إيه. بسم الله. جامدة جامدة قوي، قشرها عامل زي البطيخ كده. هي عشان لسه ما استوتش قوي فقشرها جامد خالص كده. بسم الله. 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 الله، شكلها طلعت قرعة يا جماعة. والله انت عارف دي كنا محتاجينها في الحلقة بتاع البطيخ. بص هي لسه ما استوتش للأمانة، يعني هي احنا جايبينها قبل ما تستوي، بس هندوقها برضه ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. بسم الله. القوام بتاعها كده عامل زي الجيلي، عارف انت اللي هو زي التين الشوكي كده، بذور بس كلها بذور من جوه. طعمها لاذع. عارف انت الجوافه اللي هي اللي لسه ما استوتش، هي اكتر من نوع فاكهه مع بعض كده، زي الجوافه اللي لسه ما استوتش خضره كده، وجايب شويه مانجا على شويه ليمون. بس لاذعه خالص، يعني عارف انت اللي هو ايه، طعم الليمون فيه كتير خالص، بس فيه طعم مانجا على جوافه، بس لاذع بقى من جوه. عارف انت زي اللب السوري كده، عامله زي اللب السوري. الفوائد بتاعتها فيها فيتامين سي، بتحسن صحه القلب، تخلص من السوائل الزايده في الجسم. تناولها بانتظام بيساعد على تحسين صحه مرضى الربو، اللي بتساعد على التخلص من الارق. سعرها بالنسبه لي هو اللي حاجه صعبه خالص. الكيلو فيها ب 600 جنيه، ما تجيبهاش، انا جبتها مكان. انتظرونا ان شاء الله، احنا هنجيبها لكم تاني برضه اول ما تستوي، هنجيبها لكم تاني ونعمل ريفيو الحلقه تاني. السلام عليكم. انتظرونا ان شاء الله حلقه جديده ونرجع للمطاعم الكفته والكباب تاني.